عبد الرحمن شاب مسافر وطموح، راح سافر قعد في السعودية 7-8 سنين وعمل له قرشين ومتجوز ومخلف وتمام وزي الفل. المهم عمل له قرشين، عمال يبعت لمراته فلوس، خد يا بنت الفلوس دي، وبيبعت لها فلوس عشان يشتروا شقة بدل الشقة الإيجار اللي كانوا قاعدين فيها. الراجل يشكر، عايز يشوف أو يطور معيشته، قعد يبعت لها في فلوس. المهم اشترت الشقة. هتكتبها باسم مين يا عم عبد الرحمن؟ قال أنا هكتبها باسم مراتي. المهم راحت مراته كتبت الشقة وكتبتها باسمها. مراته بعد ما كتبت الشقة باسمها راحت رفعت عليه دعوى خلع واتطلقت منه وباعت الشقة دي واشترت شقة تانية خالص. السؤال هنا، هل عبد الرحمن بالرغم الفلوس اللي بعتها لمراته دي ليه ان هو يطالبها بالفلوس دي؟ خد بالك هنا مفيش ورق بينهم وبين بعض، ما كانش بياخد ورق منها، هي حوالات. تمام؟ هل الفلوس اللي بعتها دي سواء 500,000 600,000 ايا ما كان المبلغ اللي بعته، ليه ان هو يطالبها بيه؟ طبعا من حقه قانونا يطالب مراته بالفلوس دي رغم ان مفيش ورق بينهم وبين بعض. بس قبل ما اقول لك السند القانوني ايه، ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة عشان الفيديو يقدر يوصل لاكبر عدد من الناس يستفيدوا منه. الموضوع ده خطير جدا يا جماعة، واتعرضت عليا المشكلة دي اكتر من مرة. نرجع لعبد الرحمن. عبد الرحمن في استطاعته ان هو يطالب مراته او طليقته، لان رفضت عليك خلع خلاص كده، هي خلاص سنجفته كده بالبلدي يعني. ليه اللي هو يطالب مراته او طليقته بالفلوس دي؟ استنادا لايه؟ لحاجه اسمها المانع الادبي. ايه المانع الادبي دي يا جماعه؟ المانع الادبي انا ممكن ادي في تعاملات بيني وبين مراتي، في تعاملات بيني وبين ابني، في تعاملات بيني وبين ابويا، في مانع ادبي تعاملات ماديه يعني، في مانع ادبي يمنع ان انا اخد اوراق على الناس دي باعتبارهم زوجتي، ابويا، ابني. ففي مانع ادبي. هنا القانون اجاز ان انا اثبت الدين ده اللي ليا عند مراتي او ابويا او ابني بكافه طرق الاثبات، ومنها شهاده الشهود. طب ما فيش شهود، في حاجه اسمها يمين حاسمه. يمين حاسمه انا بجيب مراتي واقول لها والله تعالي انت خدت مني 200,000 جنيه علشان تشتري الشقه دي، تعالي اقسمي بالله اللي انت ما خدتيش المبلغ ده. لو انا عجزت ان انا اجيب شهود، تمام؟ طب المحكمة هتسأل هنا، طب انت ما خدتش ورق ليه على مراتك بالمبلغ ده او والدك او ابنك؟ اقول له بمنتهى البساطة والله يا ريس ده في مانع من الموانع الادبية. لا ما خدتش ورق. بسبب ايه؟ بسبب العلاقة الاسرية اللي بيننا وبين بعض. فهنا المحكمة بتصدر حكمها التمهيدي بتوجيه اليمين الحاسمة للزوجة او الاب او الابن ايا ما كان الفرد العائلة يعني. بس انت هنا بتحتكم لايه بقى في اليمين الحاسمة؟ بتحتكم لضميره، بترتكل لضميره. والله اقسم قال لك انا ما خدتش، خلاص الموضوع انتهى. اقسم وقال لك انا خدت فلوسك بتترد ليك تاني. فانتوا يا جماعه نصيحه لوجه الله، الناس اللي شقيانه في فلوسها، انت اما تيجي تكتب عقد اكتبه باسمك. والله بعت يعني انت عايز ماشي باسم مراتك اكتبه باسمك انت ومراتك، ما فيش مشكله. ان شاء الله حتى تكونوا 10 افراد مشترين، ما فيش القانون ما يمنع ان المشتريين يكونوا اكتر من فرد. وربنا يسترها علينا وعليكم ويرجعكم لاهلكم بكل سلام. سلام.